الفيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. هذا الفيديو مخصص لشعبتي علوم تجريبية وشعبة رياضيات. نحاول أننا نحدد خارطة الطريق ولا خطة المراجعة للبكالوريا لشعبة علوم تجريبية وشعبة رياضيات. عندي مقالات أساسية لازم نركز عليها ولازم نكون هاضمها ولازم نكون متمكن منها، مثلا كما مقارنة بين التفكير العلمي والتفكير الفلسفي. التفكير العلمي والتفكير الفلسفي. مقارنة بين الرياضيات الكلاسيكية والرياضيات المعاصرة. مقالة الفرضية الحتمية. عندي مقالة التاريخ، مقالة المسؤولية ودوك نجيو نهضروا على المسؤولية، وعندنا مقالة العنف. هذو المقالات الأساسية اللي ركز عليها. المقالات المكملة اللي لازم كذلك نكون على وعي بها كما أصل المفاهيم الرياضية، أهمية الفلسفة، العلاقة بين الأنا والغير، البيولوجيا والعلوم الإنسانية بصفة عامة. يقدر يجوا مثلا بالاستقصاء ولا بالنص ولا بمعنى المهم نعطيهم الأهمية الكافية. المقالات الفرعية ولا المقالات الإضافية عندك كما مقارنة بين الملاحظة العادية والعلمية، الملاحظة العلمية، ولو أن هذه مقالات فرعية. عندنا كذلك قيمة التجربة كمقياس للعلم، مقياس العلم. هذه نقدر نسميها مقالات فرعية مش بنفس أهمية ودرجة هنا عندنا كذلك نقدر نزيدوا اليقين الرياضي. وهكذا تقريبا نكون الممت بالبرنامج. نحاول أنه هذه نقراهم نقراهم لازم بشكل موسع، بمعنى مخططات. دائما المراجعة تكون شكل مخططات مفصله كما رانا دايرينها في كتاب الامتياز، بمعنى المقاله يكون فيها صفحتين، بمعنى هو مخطط بصح مكون من صفحتين. هنا بشكل متوسط، بمعنى يكون بشكل مقبول، معناتها مخطط تاع الصفحه في صفحه واحده فيه اهم الافكار. هنا بمعنى عندي فكره حول الموضوع. هكذا بنروح متهندي. ولازم لازم نتدرب على الطريقه الجدليه، خاصه كيفيه بناء التركيب وكيفيه بناء حل المشكله بشكل موسع، لانه هنا وين نخاف النقاط يروحوا لي. عندي كذلك لازم نتدرب على الاستقصاء بالوضع، ولازم نكون ممتاز ولا جيد في الاستقصاء، بمعنى لازم نعرف الاستقصاء مليح ونعرف نحول من الجدليه الى الاستقصاء كما رانا دايرين في الفيديوهات السابقه. ولازم نعرف كذلك تحليل النص. لازم نعرف تحليل النص، لانه قادر نضطر انني نختار النص، ولا قادر الموضوع اللي نفهمه مليح يجي في النص، وبالتالي لازم نكون عارف المنهجيه مليح. ونحاول اننا في هذه الايام المتبقيه، معناتها هذو شهرين وبعض بضعه ايام، نحاول انني نسيطر على هذو المقالات قدر المستطاع من خلال التكرار. بمعنى نقرا هذه ومن بعد نقرا هذه ومن بعد نقرا هذه ومن بعد نعاود نرجع لهذه ومن بعد نقرا هذه نعاود نرجع لهذو زوج. سما هكا دائما نبقى نحيي الذاكره تاعي، نبقى دائما نرسخ المعلومه، وهكذا تدريجيا المعلومه ترسخ، ونهار البكالوريا تصير روحك قادر على الاجابه. المهم انت لازم تكون عندك معلومات شافيه وكافيه حول الموضوع. جينا نهضروا على المسؤوليه. الدرس هو درس الحريه والمسؤوليه، ولكن المقاله الجوهريه حول المسؤوليه: هل المسؤوليه تبرر بالحريه ام ان المسؤوليه قائمه حتى في ظل وجود الحتميه؟ هذه هي المقاله الرئيسيه. بمعنى الانسان حر ولا مقيد، هذه ما كاش في البرنامج ولا ماهيش مذكوره صراحه في البرنامج، فتعتبر فكره ولا فكره فرعيه ولا مقاله فرعيه. قادر يجي مثلا نص على حريه الانسان ولا قيود الانسان ولا علاقه الحريه بالمسؤوليه، لذلك انتبهوا. كذلك هذه مش مذكوره صراحه في البرنامج. مقياس التجربه، مقياس العلم، مقارنه بين الملاحظه العاميه والعلميه، هذه مش مذكوره صراحه في البرنامج. نتائج العلم كذلك، وهنا نتائج العلم اسكو مطلقه ولا نسبيه، هذه كذلك مذكوره كعنصر. هنايا برك لازم نفرقوا بين مقاله الحتميه ومقاله نتائج العلوم. كاين بزاف اللي يقراو علوم تجريبيه يديروا هذه المقاله مع هذه،
وهذه وحدها لانه هذه تشير الى نتائج العلم، هذه تشير الى مبادئ العلم. تسمى هذه تهضر على بدايه العلم، وهذه تهضر على نهايه العلم، هذه تهضر على اسس العلم، هذه تهضر على قوانين العلم. مش كيف هذه هي الكبرى وهذه هي المقاله الصغرى، بمعنى الحتميه تجي في النتائج، بصح النتائج تقريبا ما تمشي بالضروره تكون في الحتميه. لذلك انتبهوا، هذه مقاله وحدها وهذه مقاله وحدها. رانا نقولوا ونعاودوا لانه دائما نقع في نفس الخطا ولا الغلط، وهذه شفناها في امتحانات الفصل الثاني وين التلاميذ تقسيم الحتميه وهو يهضر لك على النتائج وحدها والحتميه وحدها، باش نكونوا واضحين. اذا انتبهوا، كما البيولوجيا راهي جات بالطريقه الجدليه سما ندرب عليها بالاستقصاء، كذلك العلاقه بين الانا والغير جات نص سما ندرب عليها بالجدل وندرب عليها بالاستقصاء. الفرضيه اخر مره جات استقصاء، الحتميه اخر مره جات استقصاء، سما هذو ندرب عليهم بالجدل. هذه المقارنه من 2019 ما جاتش، لذلك نركز عليها، وخاصه التفكير العلمي والتفكير الفلسفي، لانه هي احتمال قليل يعطي لك مقارنه بين المشكله والاشكاليه، لانه في الدروس عندنا خصائص العلم وخصائص الفلسفه، ما عندناش خصائص المشكله وخصائص الاشكاليه. لذلك ركزوا على العلم والفلسفه. العنف كذلك عنده بزاف ما طاحش في البكالوريا، التاريخ كذلك عنده بزاف ما طاحش، لذلك هذو على درناهم الولا لانه عندهم بزاف ما طاحش في البكالوريا، لذلك الاحتمال ورودهم في البكالوريا يكون مرتفع ولا نسبه تكون مرتفعه. هذا ما لدينا. حاولوا انكم تنظموا وقتكم، حاولوا انكم كل ماده تعطوا لها الوقت ولا التوقيت الكافي، حاولوا انكم تعتمدوا على المخططات ورؤوس الاقلام بدل حفظ المقاله مباشره، لانه هذا سيلهكهم وسيستهلك منكم طاقه كبيره، عكس رؤوس اقلام اللي تساعدكم على الفهم وعلى السرعه في استثمار الوقت. في الاخير نتمنى لكم التوفيق والنجاح للجميع، وحاولوا دائما انكم تتوسعوا في المقال الفلسفي، انك تدي الفكره الجوهريه وتسيي تشرحها وتدير عليها مثال وتدير عليها قول، باش هكا تكون المقاله تاعك مقاله جيده ومقبوله باذن الله، وبالتوفيق والسداد للجميع. وان شاء الله في الايام القادمه نحاولوا اننا نتعرضوا لهذه المقالات، اذا ما كناش متعرضين لهم نحاولوا اننا نديروا فيديوهات باش نشرحوا اهم هذه المقالات، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هادي الفيل